يعني أصدرت مذكرة إلقاء قبض بحق رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود ونائبه علي جبار بتهمة تزوير النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم. لنا دور كبير أنا وإبراهيم القاسم الاتحاد السعودي في لجنة المسابقات، كان لنا دور في إعادة نادي الهلال، وأيضا رئيس الاتحاد العسكري إبراهيم والسعود المهندي، كلنا كان لنا دور كبير في إعادة نادي الهلال وعدم معاقبته. عدم معاقبته، يعني اللي ابغى افهمه من كلامك استاذ عبد الخالق معليش، انه الهلال كان عنده عقوبه بالايقاف لمده سنتين، لكن كان لكم دور انتم في رفع العقوبه سواء من قبلك او من ابراهيم القاسم ام من الاتحاد السعودي لكره القدم. من ابراهيم ومن رئيس الاتحاد ومن سعود المهندي ايضا. سعود المهندي ايضا ها؟ نائب رئيس. نعم نائب الرئيس الاتحاد العسكري والشيخ سلمان ايضا. ما نعرفه يبا ما نعرفه. ما نعرفه.